السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا صلوا على النبي. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. طبعا يا جماعة ندور على قروين، لا اجزي قروين ده عشان طبعا نشغل بقى الشغلانات. هنجيب بقى أهم نقطة اللي هتجيب لك الإيميرالد. خد بالك أنا مش لاقيها، مش هبحث عليها أنا عشان بالمرة أقول لكم الطريقة برضو ازاي تعملوها. هي مش موجودة، بص أنا عمال أدور ومش لاقيها، فأنا عشان كده هوريكم الطريقة. خليكم معايا كده. اول حاجه هنجيب الخشب، ده اساسي عشان نعمل لكم اللي هو القروي اللي بيجيب لك المهم عشان يجيب لك ايمرالد بكل سهوله. وهنجيب اللي هو الفلنت اللي هي بتاعه الجرافل، تقعد تعمل جرافل عشان تجيبه لو انت سرفايفل يعني. وديت مهمه، دي انا بنصحك تدور عليها في القراءه، في القريه، اي قريه هتلاقيها بيبقى عند وعشان ايه، وحتى ممكن تلاقيه جاهز ما تعملهاش. انا دلوقتي هنحاول سرفايفل عشان نعمل اوريكم ازاي بتتعمل. بس ثواني نجيب لكم جرافتنج تيبل، نسيناها لا مؤاخذه. نعملها على السريع دلوقتي مع بعض. يلا يا جماعه اهي جرافتنج تيبل. طبعا اكيد مفيش حد ما يعرفش يعملها يعني. تمام هنعمل بقى اهو، بص زي ما انتم شايفين نعمله زي كده اتنين. هي مش صعبه يا جدعان، الحوار اللي هو تجيب الفلنت ده مش صعب اهو. هنحطه وهنجيب الكروي يا جماعه دلوقتي اهو. تمام وده برضو الكروي التاني عشان نجيب الكروين مع بعض. دول اهم اتنين في القريه، لو انت لقيتهم جاهزين يبقى حظك حلو. بس احتمال ما تلاقيش اللي هو اللي بيجيب لك اللي هو تديله 32 ستيك ويديك ايمرالدايه، ده صعب تلاقيه على طول يعني. ممكن التاني اللي تلاقيه على طول مش ده. نحاول بقى كريتيف تاني ونجيب استكات اللي هي يعني العصا. طبعا اهي جبنا يا جماعه كذا ستيك. طبعا انت لو سرفايف هتقعد تجمع. طبعا الكروي ده طلع تعبان، هو ممكن حظك يكون وحش مش بيعمل الحوار ده، نقتله على طول. يلا لا تهرب مني فين، يلا استنى اجيبهولكوا يا جدعان. التاني الراجل المحترم يا جدعان، هنجيب واحد محترم دلوقتي هيجيب لك ايه، هيتعامل معاك بالستيك وهيجيب لك ايمرالد بكل سهوله اهو. ممكن نجيب كذا واحد عشان ممكن واحد يقفل التجاره لو انت قعدت تجمع. ده في السرفايفل طبعا انت مش هتجيبهم من الكرييتيف. تمام ده بص الاتنين بيبيعوا ستيك، انت مثلا هتتاجر هو معاهم بص بيجيب لك ايمرالد بكل سهوله. بس هو ممكن في اي لحظه يقفل التجاره لو انت هتقعد تعمل له كتير. انت بقى تجمع انت واصحابك كتير، لو انت لوحدك برضه جمع خشب كتير وكده كده يطلع لك ستيك كتير. بص قفل التجاره، عشان كده بقول لك اعمل كذا حاجه. يعني مثلا اهو ده خلاص راح، نروح مثلا بالايمرالد اللي احنا جبناه نروح نتاجر معاه نخليه يعلى شويه. ده لو علي ان شاء الله يعني هيجيب لك العيون. وبرضه ممكن يكون حظك وحش ما بيجيبهاش عادي. تمام احنا بقى عشان نكبر دماغنا كاننا بقى عملنا وجبنا في الستيك وبتاع، هنجيبه جاهز الايمرالد يعني اهو. هنقعد نتاجر وهوريكم اللي هو في الاخر ان شاء الله هيجيب لنا العيون اهو. بص نستناه بس يعمل اهو. هنطلع الحاجات دي برضو تمام بس المهم خليه يعلى. تعالوا نشوف مع بعضينا ايه اللي هيحصل. اوبا وجاب العيون. ده جاب العيون يا جدعان بسرعه، خلي بالكوا عشان احنا بس اللي معانا الايمرالد كتير. ده انت في السرفايفل هيطلع عينك اسمع مني. وال 12 حلوين قوي لو انت معاك قدهم في البليز، يعني مثلا معاك 6 بليزات هيبقى حلو عشان بتضرب في 2 يعني 2 هيبقى هيطلع لك برضو 12. فجميل جدا والله لو انت هتروح تروح بيهم البوابه. يعني لو تروح بيهم البوابه جميل جدا. عايز اكتر وانت عارف نفسك اللي انت ممكن تضيعهم براحتك. بس هتبقى التجاره كتير بقى وكده، هتقعد تجمع بقى ايمرالد والاتنين ممكن يقفلوا معاك التجاره عادي. والحاجات دي طبعا ملهاش لازمه نرميها على طول. بس عايزين حاجه اي حاجه يا جماعه